بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم فيديو جديد. للأسف الشديد في مجتمعنا في بعض الأشخاص بيشعروا في قرارة نفسهم إن حياة الأشخاص الآخرين مجرد لعبة في إيديهم، ممكن إن هم يقوموا بإنهائها في أي وقت وبمنتهى البساطة. بيعتبروا إن الأشخاص الآخرين اللي عايشين معاهم مجرد دومة، مجرد عرايس لعبة كده، ممكن إن هم يلعبوا بيهم ويقتلوهم ويخلصوا عليهم وينهوا حياتهم زي ما أنا قلت بمنتهى البساطة. ده اللي حصل في محافظة البحيرة في قرية أم صابر التابعة لمركز بدر جنوب محافظة البحيرة. أحد الأشخاص اسمه عمرو الكسار، هو حفيد الفنان الراحل الكبير علي الكسار. حصل خلاف بينه وبين أحد الأشخاص داخل هذه القرية، وهو رجل أعمال. الخلاف كان بسبب إن ابن رجل الأعمال ده أو نجل رجل الأعمال ده، واسمه سيف، وهو طفل صغير عنده 15 سنة أو 16 سنة. اعتاد الطفل ده على إن هو يقود السيارة بتاعته في شوارع القرية بسرعة جنونية، طبعا بيعرض حياة الناس للخطر، بالإضافة للدوشة والإزعاج والأتربة اللي بيثيرها. كان دائم المرور من أمام المحل اللي بيمتلكه عمرو الكسار حفيد الفنان علي الكسار. هو عنده محل بتاع منظفات وكده في هذه القرية، قرية أم صابر التابعة لمركز بدر محافظة البحيرة. فعمرو الكسار اللي هو حفيد الفنان علي الكسار بدأ إن هو يلوم الطفل، بيقول له يعني وأنت سايق العربية امشي بالراحة، ما تسوقهاش بسرعة كبيرة عشان ما تعرضش حياة الناس للخطر، وفي نفس الوقت أنت بتعمل يعني قلق، يعني بتعمل يعني أتربة، بتثير الأتربة والحاجات دي كلها وأنت ماشي. فالطفل ما كانش بيستجيب، وكان بيزيد فيها وبيسوق العربية بسرعة جنونية أكتر، وبيرتكب يعني الفعل بشكل أسوأ. وقيل يعني من شهود العيان او من اهل القرية ان الولد ده سلوكياته مش سلوكيات محترمة، نظرا لانه طفل صغير، ويعني اهله ميسورين بشكل كبير جدا. والده رجل اعمال زي ما انا قلت، عنده بيمتلك ثلاجات كده لحفظ الفواكه والخضروات والكلام ده كله، بيصدر للخارج، فهم ميسور الحال بشكل كبير. فالولد طالع بقى يعني امامه المال بشكل كبير جدا وكل حاجه متاحه له. فتقريبا الموضوع ده جه معاه بنتيجه عكسيه، واصبح يعني مستوى الادب عنده منخفض الى حد كبير جدا. شكوى عمرو الكسار حفيد الفنان علي الكسار كترت، واشتكاه مره واثنين وثلاثه، اشتكاه لوالده. فما كان من والده بدل ما يربي ابنه ويقول له لا عيب اللي انت بتعمله ده، والمفروض ما تسوقش العربيه بسرعه جنونيه، او حتى ياخد منه العربيه عشان ما يعرضش حياه الناس للخطر. فما كان من والد هذا الطفل الا ان هو توجه الى المكان او محل الاستاذ عمرو الكسار حفيد علي الكسار، وتشاجر معاه، وكان معاه احد اصدقائه. يعني والد الطفل ده خد واحد من اصدقائه كمان، وراحوا اعتدوا بالضرب على حفيد الفنان علي الكسار اللي هو الاستاذ عمرو الكسار. ضربوه وفقا للروايه اللي قالها اياد نجل الاستاذ عمرو الكسار. ضربوه وضربوا، بدأ يضربوا بقطعه معدنيه يعني بحديده مثلا او بمعدن كده، ضربوا. ولما طبعا هدد عمرو الكسار ان هو يبلغ الشرطه وخرج من المحل بتاعه، ما كان من رجل الاعمال ده اللي هو المفروض يعني احد ابناء القريه دي، الا ان هو ساق العربيه بتاعته واصطدم بعمرو. راح يعني خبط عمرو كده بالبلدي، يعني خبطه بالعربيه، اطاح بيه عده امتار الى الامام. وبعد ما ضربه اصطدم بيه بالعربيه وعمرو موجود على الارض بيتالم بشده، فما كان من هذا الرجل الا ان هو عدى عليه بالعربيه، راح دايس عليه بالعربيه 3 مرات رايح جاي. تخيلوا يعني كميه الاجرام اللي في هذا الرجل. بعد الراجل بيشتكي له من سلوكيات ابنه، فيقوم يروح يعتدي عليه بالضرب. ولما الراجل عمرو الكسار رحمه الله عليه يهدد بان هو هيكلم الشرطه او هيبلغ البوليس على هذه المخالفات والاعتداء عليه بالضرب، يقوم الراجل يخبطه بالعربيه، وبعد كده
يدهسه بالعربيه 3 مرات، يمر عليه 3 مرات. تخيلوا يا جماعه. طبعا الاستاذ عمرو كسار لفظ انفاسه الاخيره رحمه الله عليه، وتم القاء القبض على رجل الاعمال وعلى صديقه اللي اشترك معاه في الاعتداء على الاستاذ عمرو الكسار، وتم القاء القبض عليهم وهم دلوقتي رهن التحقيق. طبعا الفنان، في احد الفنانين اسمه الفنان كريم الكسار وهو ايضا حفيد للفنان علي كسار، اكد هذه الروايه وقال فعلا ان في احد افراد الاسره في قريه ام صابر التابعه لمركز بدر جنوب محافظه البحيره توفاه الله، وهو اسمه عمرو رضا علي خليل سالم. هو واخد طبعا، هو احد افراد الاسره او احد احفاد الفنان علي كسار، ولكنه حفيد ليس من الدرجه الاولى، ليس من الدرجه الاولى يعني. ده الفنان كريم الكسار هو اللي قال هذا الكلام. طبعا واقعة مأساوية وتدم على وجود خلل في المجتمع عند البعض. يعني تخيلوا لما انسان بيشتكي من سلوكيات عيل او طفل صغير لوالده، فوالده بدل ما يربي ابنه، وعلى فكره اهل القريه كلهم كانوا بيشتكوا على فكره من الولد ده من سوء سلوكياته واخلاقه المنحطه. يعني الكل قال كده، وشهود عيان كتير قالوا ان الولد ده يعني فعلا بيعرض حياه الناس بانه بيقود السياره بسرعه هائله، وبيعرض حياه الناس للخطر، بالاضافه الى هو مستوى الادب عنده منخفض الى اقصى درجه، وبيقول الفاظ نابيه للناس واشياء في منتهى القذاره يعني. فلما شخص يشتكي لوالده، فما كان من هذا الوالد بدل ما يربي ابنه، لا يروح يعتدي على الشخص اللي بيشتكي ويقتله كمان، يقتله. طبعا احنا بنترحم على الاستاذ عمرو الكسار رحمه الله عليه، طبعا يعني هو يتم ابنائه، فبنترحم على الاستاذ عمرو الكسار وبنطلب له الرحمه والمغفره، وان شاء الله باذن الله يعني نرى القصاص العادل بحق هذا المجرم الآثم، المجرم الحقير اللي يعني ارتكب هذه الجريمه البشعه، ويعني يضيع اسره كامله. يعني يضيع اسره، الراجل كان شغال ويعني بيجري على اكل عيشه وعايز يربي ابنائه، فحرم ابنائه منه ويدمر اسره بالكامل عشان خاطر ابنه اللي هو غير متربي، مش متربي وقليل الادب، ويعني شخص سافل معرفش يربيه، وللاسف كمان شخص يدفع حياته نتيجه عدم تربيه هذا المجرم لابنه كمان. برضو هنتابع ان شاء الله مع بعض تفاصيل هذه القضيه باذن الله. رحمه الله على الاستاذ عمرو الكسار، نسال له الرحمه والمغفره، ونتمنى ان الجاني ياخد جزاؤه العادل. اعتقد ان جزاء، طبعا دي جريمه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، فعقوبتها ان شاء الله هتكون الاعدام. نتابع مع حضراتكم ان شاء الله تفاصيل هذه الجريمه، وكفانا الله واياكم شر واهله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.